وهنحتفل وهيبقى يوم عادي جدا. وسيبك من الناس اللي هي اصل في صنف جديد نزل هنا في قطر وتقريبا او الاكل فيه حاجه، فالناس بتهرتل بتقول لك ده بكره هيحصل، ده بكره هيحصل مش مذابح، ده بكره يحصل مش عارف ايه، ولا يوم هيعدي جدا وكل الجماعه الارهابيه هتتلم وهتتحاسب وهتتعلق، والمشهد اللي عمله جمال عبد الناصر هيتكرر تاني. وهذه الجماعه يعني التي تخرب في مصر، هذه الجماعه التي تخرب في مصر تهدد من هذا المنطلق، هذا ليس بتهديد، من هذا المكان تهدد. يعني كان في احد القيادات قاعد مكاني امبارح هنا وبيقول لك بكره هتشوفوا ايام سودة. قالها في الكرسي ده اللي انا قاعد عليه امبارح في هذه القناه، قال لك بكره هتشوفوا ايام سودة. وده اللي اتحصل النهارده تصحى الصبح على تفجيرات، وفي الاخر يقول لك اصل الشرطه بتموت الداخليه. طبعا ده صنف جديد، اكيد ناس بتتعرض اصناف جديده. الشرطه بتموت ناسها والجيش بيموت ناس والمصريين بيموتوا في بعض. طب ليه؟ بيموتوا في بعض ليه؟ الشرطه بتموت في ناسها ليه؟ عايزه تاخد السلطه؟ السلطه موجوده في ايد القيادات المدنيه في مصر. وبالمناسبه انا سؤالي لم يتطرق يعني اطلاقا للشرطه بتقتل ناسها ولا الداخليه بتقتل ناسها. انا برد على سؤالك ان جماعه بيت المقدس بتقف دلوقتي من القراءه الاوليه تحس ان هي واقفه مع الدعوه ضد التظاهر. مش دي كان كلامك؟ لا هو هذا ما قالته انا. هذا ما قالته جماعه بيت المقدس التي تفجيراتها دي عشان تقول للناس ما تنزلوش علشان خاطر تخلي الساحه. يا جماعه ما تنزلوش، انت لو نزلتوا احنا هنموتكم. طيب الناس هتنزل وشوفوا ورينا هتعملوا ايه. وجماعه بيت المقدس كلها هتيجي وكل اللي ورا جماعه بيت المقدس هيجي. بالمناسبه جماعه بيت المقدس حتى الان جماعه غير ارهابيه، حتى اللحظه راينا في عرف الحكومه المصريه وفي تقييم الحكومه المصريه. انا عايز اقول لك على حاجه، جماعه غير ارهابيه. اصل كل الجماعات دي خارجه من باطن مين ومن رحم مين؟ ما كلها خارجه من باطن جماعه الاخوان المسلمين ومن نفس الرحم.